تخيل ان احلام اللي اتلقبت بفنانة العرب بدأت حياتها وسط تحديات وظروف صعبة جدا، وده غير انها سجلت ارقام قياسية في عالم الغناء الخليجي وقدرت توصل للعالمية بصوتها وحضورها. في الحلقة دي هنعرف اسرار مشوارها وحكاية شهرتها والجوائز اللي خلتها ايقونة في الغناء العربي. انا مريم محمد وده برنامج اسرار مشاهير العرب. أحلام الصوت القوي اللي غير شكل الأغاني الخليجي وساب بصمة مش بس في الخليج لكن في كل الوطن العربي. في الحلقة دي هنتكلم عن مشوارها وبدايتها وإنجازاتها وأغرب الحاجات اللي ممكن تكون أول مرة تعرفها عنها. أحلام اتولدت سنة 1969 في أبو ظبي. والدها كان فنان شعبي اسمه علي الشامسي، وده خلاها تحب الغنى من صغرها. درست الشريعة لكنها قررت تمشي ورا حلمها في الفن. أول حفلة غنت فيها كانت في مهرجان أبو ظبي سنة 1994، وده كان بداية انطلاقتها. وبعدها أصدرت أول ألبوم ليها سنة 1995، ومن هنا الجمهور عرف إن في صوت جديد مختلف جاي وبقوة كمان. أحلام عندها أكتر من 13 ألبوم رسمي، منهم ألبومات عملت ضجة زي تقل صنعة وهذا أنا. من أكتر الأغاني اللي نجحت ليها كانت تدري ليش وقول عني ما تقول وأبرحل، وده غير إنها كانت من أكتر المطربات اللي عملت حفلات في السعودية، الكويت وقطر ومصر. كمان شاركت في مهرجانات ضخمة زي جرش وقرطاج ومهرجان الدوحة وأوبرا دبي، وكمان غنت في باريس وفي أمريكا، وده خلى اسمها يوصل للساحة العالمية. سر لقبها اللقب الشهير فنانة العرب اداهولها الفنان الكبير محمد عبده بعد ما سمعها في حفلة وأشاد بقوة صوتها وتمكنها من الغناء الخليجي. حبها للذهب، أحلام معروفة بحبها للذهب ودايما بتظهر بطلات فيها ذهب وأحجار كريمة لدرجة إن في ناس لقبوها بملكة الذهب. علاقتها بمواقع التواصل، أحلام من أكتر الفنانين تفاعل على تويتر، ومتابعينها دايما بيستنوا ردودها اللي فيها خفة دم وسرعة بديهة. الغيرة على الفن، رغم صراحتها الشديدة أحلام دايما بتدافع عن الفن الخليجي وبتقول ان رسالتها انها ترفع مستوى الاغنيه الخليجيه وتوصل بيها للعالم. الجوائز والتكريمات، جائزه افضل مطربه خليجيه من عده مهرجانات في السعوديه والكويت والامارات، جائزه افضل صوت نسائي من مجله زهره الخليج، تكريم في مهرجان الفجيره الدولي للفنون، تم اختيارها ضمن قائمه اكثر النساء تاثيرا في الشرق الاوسط حسب فوربس الشرق الاوسط، حصلت على درع تكريمي من هيئه الترفيه السعوديه خلال موسم الرياض. احلام مش بس مطربه، هي كمان سيده اعمال وعندها استثمارات في العقارات والمجوهرات، وبيتقال ان ثروتها بتتعدى 25 مليون دولار. أحلام كمان كانت عضوة لجنة تحكيم في برامج شهيرة زي ذا فويس وأرب ايدل، وده زود شهرتها بشكل كبير في جيل الشباب. دي كانت حكاية أحلام فنانة العرب، الست اللي كافحت وحققت وحافظت على مكانتها في القمة. ايه أكتر أغنية بتحبها ليها أو حفلة ما بتنساهاش؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. أشوفكم في الحلقة الجاية.